في بعض الحالات بعد الطلاق أو الانفصال في طرف بيسيطر على عقل الأولاد. في الطبيعي بيكونوا الأولاد مع الأم لحد ما يوصلوا لسن معين، وبعد كده ليهم حرية الاختيار، ده في الطبيعي. في حلقة النهاردة هتكلم عن الأم أو الأب اللي بيعتبروا أولادهم دمية أو سلاح بيحاربوا بيه بعض، ودي جريمة بيدفع ثمنها الطفل. دول للأسف ميستحقوش شرف الأمومة أو الأبوة. هنلاقي الأم اللي بتتكلم عن أبو أولادها بشكل مؤذي ومخيف، كل اللي يهمها النفقة والحضانة ومسكن الزوجية والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. بالنسبة لها الشخص ده هو البنكنوت، أو كل اللي يهمها إنها تعوض سنين الوجع والألم اللي عاشتها. وهنلاقي الأب اللي بيعاقب أم أولاده في إنه يحرمها من أولادها علشان يكسرها ويذلها، والأخطر بيوقف أولادها في المحكمة قدام القاضي علشان يرفضوا أمهم. ما شفتش جبروت أصعب من كده. للأسف هو ده السلاح اللي بيستخدمه كل طرف علشان ينتقم من الطرف التاني، والضحية هنا الأولاد. حقيقي لعبة حقيرة. احسبوها معايا كده، النهاية ايه؟ شكلكم ايه قدام أولادكم؟ ايه ذنب الأولاد؟ مفكرتوش في حالة الأولاد النفسية؟ مفكرتوش ان أولادكم أمانة ربنا هيحاسبكم عليها؟ أسفة، نسيت. انتوا مبتفكروش، لا عندكم مشاعر ولا تقدروا تحسوا باللي حواليكم. انتوا أنانيين، علشان مشاكلكم لو اطلع عليها الأولاد بقت كارثة لسبب بسيط. الطفل مشاعره مش في ايده، هو هينحاز من غير ما يحس لطرف واحد. هو مش شخص كبير يقدر يقول ده غلطان وده مش غلطان. هو بيصدق أي كلام بيتقاله علشان هو طفل لسه شخصيته بتتكون، مش عارف مين صح ومين غلط. بيكون جواه قلق وخوف من العقاب. خليني أركز معاكم كده عن الحرب اللي بتكون في المحكمة لرؤية الطفل، وهنا بيلجأ ليها الشخص المحروم من رؤية أولاده. الشخص الطبيعي بيحارب بكل قوته، بيحارب علشان ضناه ابنه، مش قابل فكرة حرمانه من أولاده. صعبة بجد. الشخص ده مش بيفكر لا في نفقة ولا في تعويض عن سنين عمره اللي ضاعت. كل اللي يهمه أولاده بس. في الوقت ده بيظهر فيه المجرم والضحية. صدقوني، بيظهر فيها الظالم والمظلوم. ركزوا فيها كده، هتلاقوا المجرم بيشوه صورة الضحية، والضحية دايما بتحكي عن وجع المواقف مش عن الأشخاص. بعد حرب المحكمة الطويلة لرؤية الطفل بتتلاقى كل الأطراف في المكان والوقت المحدد اللي حددته المحكمة، وهنا بتبتدي حرب جديدة، وهي حرب النفس الطويل بين المجرم والضحية، ومعاهم سلاح الانتقام وهم الأولاد بيكون معمل لهم غسيل مخ من الشخص الحاضن ليهم. بيكونوا حافظين الدرس كويس، بيكونوا معرضين لتهديد، وبيكون جواهم قلق وخوف واضطرابات نفسية كتير. للأسف بدل ما الطفل يعيش طفولته وهو سعيد ومبسوط، بيحس انه ضايع. حقيقي الطفل ضحية. أنا عشت التجربة بنفسي. هتلاقي المكان المخصص للرؤية فيه 4 سيناريوهات. هنلاقي مجموعة قاعدين مع بعض بيتكلموا على بعض، كل واحد بينشر غسيل، كل همهم يظهروا انهم ملايكة والشخص التاني وحش. طبيعي، مفيش حد بيشوف نفسه غلطان، دي حرب. ومش كده وبس، دول بيشوفوا مين داخل جديد علشان ياخدوا حكايتهم. حقيقي دول أنا بسميهم مرضى نفسيين، علشان بيكون معاهم أولادهم وبيحرموا الطرف الآخر من رؤية أولاده، وكمان واخدين الأولاد اللي حواليهم علشان يحذروهم ويغسلوا دماغهم في إنهم ما يتعاملوش مع باباهم أو مامتهم اللي عاملين الرؤية. سيناريو رقم 2 في إنك هتلاقي مجموعة قاعدين مع بعض بيطمنوا بعض وبيخففوا وجع بعض.
وحقيقي بيحاولوا كتير إنهم يصفوا القلوب. المجموعة دي مريحة جدا، بتشيل كتير من الضغط النفسي اللي بيكون موجود جوه البني آدم. سيناريو رقم 3، هتلاقي الأم أو الأب لما بيحاولوا يقربوا من أولادهم بيلاقوا جفا وشتايم وقلة أدب صعبة كتير بتوجع. لما تلاقي ضناك يضربك ويهينك ويشتمك ويفرج الناس عليك ومش عايز يقرب منك ولا عايز يسمعك. الغلط مش على الولد، الغلط على المجرم اللي غسل مخه بأفكار وكلام مؤذي. فالأم أو الأب هنا بيحاولوا رغم كل الوجع اللي جوه قلبهم، بيجيبوا حاجات حلوة للأولاد، بيلعبوا معاهم وبيلاقوا ضرب ومهازل ومستحملين. بيحاولوا وبيحاولوا، في اللي بيقدر يكمل وفي اللي بيتعب من الوجع فبيسكت. وده اللي بيوصلنا للسيناريو رقم 4 والأخير. سهل جدا لما يكون الطفل صغير إنك تتعامل معاه، لكن الطفل لما يكون واعي وعارف وعنده عقل التعامل معاه بيكون صعب، علشان عقله بيكون مشحون بالكلام المؤذي. طبيعي الطفل بيكون جواه قلق وتوتر وخوف، جواه اضطرابات نفسية كتير، حاسس بالاكتئاب، تايه، محتار، مش عارف يتكلم مع الأم الحزينة ولا مع الأب المجروح. وهنا بيكون صعب الكلام، علشان مش بيدوا نفسهم فرصة انهم يسمعوا الطرف التاني، بيسمعوا من طرف واحد بس هو الحاضن ليهم. علشان كده الشخص اللي اتحدد ليه الرؤية بعد ما حاول كتير واترفض ان حد يسمعه اختار انه يسكت ويكتفي ان هو يشوف اولاده قدام عينه، هو شايفهم بعينه لكن قلبه بيتقطع عليهم. الموضوع صعب جدا، لكن زي ما اتعودت معاكم اني اشوف الموضوع واتكلم فيه بطريقة ايجابية، ففكروا ان الوقت ده هو وقت الهدنة والراحة من الضغوطات. فكروا ان الموضوع ده هيعرفنا الاشخاص من اول وجديد. هو ده الوقت اللي كل واحد هيكتشف فيه نفسه، ويمكن مع طول الوقت والتفكير كل واحد يعترف بغلطه. هنا انا هكلم الاولاد والاب والام. يا أولادي، لازم تسمعوا من الطرفين، ما ينفعش تسمعوا من طرف واحد، وما ينفعش تحاسبوا بابا أو ماما على تصرفاتهم. سيبوا الحساب للديان العادل، واوعوا تهينوا أبوكم أو أمكم بأي شكل، ده غلط كبير. انتوا لما تكبروا هتمروا بنفس المشاكل ونفس الظروف، وأكيد لو اتظلمتوا أو اتهنتوا هتحسوا بوجع كبير. تعالوا أقول لكم إيه الغرض من الرؤية. هو التمسك بيكم، التواصل معاكم، الحفاظ عليكم من المشاكل والصراعات النفسية، وحبنا ليكم. احسبوها بعقلكم كده وما تخلوش أي حد يتحكم في أفكاركم. ربنا اداكم عقل، فما فيش مانع انكم تسمعوا كلام الحاضر ليكم، لكن ركزوا في كل كلمة كويس. حافظوا على أهلكم مهما كان، بدل ما تضيع الفرصة وبعد كده هتعيشوا في ندم كبير. كل أم وكل أب أحب أقول لكم، انتوا خلاص كده حاربتوا بعض، أكيد ارتحتوا، لكن هاتوا أولادكم كده قدام عينيكم، بصلهم كويس، بيبانوا من بره أطفال طبيعيين، لكن ركزوا في نظرات عينيهم هتلاقوا حزن وسرحان ووجع. ركزوا في مستوى تفكيرهم هتلاقيهم تركيزهم محدود ومشتت. ركزوا في طريقة لبسهم هتلاقيهم عادي متبهدلين. ركزوا في صحتهم هتكون في النازل مبسوطين كده. الغضب وصلكم للانتقام، والضحية هنا هم الأولاد. خلوا عندكم إحساس وبطلوا أنانية. كفاية غدر وغضب وانتقام، وابعدوا عن سلاح الانتقام بأنكم تستغلوا أولادكم. متخلوش أولادكم هما طرف الخلاف بينكم. واوعى تحرم أولادك من حنان أمهم، واوعى تحرمي أولادك من أمان أبوهم. لو مش خايفين من القانون ولا خايفين على صحة أولادكم النفسية، خافوا من عقاب ربنا. لعن الله من قطع صلة الرحم. لو مش عايز تقعد أولادك مع أمهم لوحدهم،
ولو مش عايزة تقعدي أولادك مع أبوهم لوحدهم، اقعدوا كلكم مع بعض واعصروا على نفسكم ليمونة علشان خاطر الأولاد. يمكن دي فرصة تفهموا بعض أكتر وتحاولوا توصلوا لحلول. اتكلموا وبلاش تتكلموا عن مشاكل وحسابات. أولادكم ملهمش ذنب، وما تخافوش، في كاميرات وفي شرطة نجدة، يعني كده كده محميين. اتعاملوا مع بعض بنوع من الحكمة. الحكمة بتصرف الغضب. كفاية حرب وبطلوا أنانية، وبلاش كل واحد يرمي التهم على التاني. أولادكم محتاجين الحنان والحب والدفء والأمان. بلاش تحسسوهم بالحرمان وانتوا موجودين، وبلاش توصلوهم لطريق صعب انتوا هتندموا عليه. المحاكم حبلها طويلة ونهايتها وجع وألم. اعقلوا واحسبوها صح. حياتكم مش لوحدكم، في طرف تالت محتاج للنجاة، وانتوا هتتحاسبوا عليه يوم القيامة.